حضرتك الاسم ايه؟ سامر سمير. وحضرتك؟ مجدي رشيد. طيب هتنتخبوا مين؟ اكيد طبعا الرئيس القادم ان شاء الله عبد الفتاح السيسي. وحضرتك؟ طبعا السيسي طبعا هو اللي يصلح في الفترة دي والفترة الجاية. احسن طبعا من فصيل راح طبعا وانتهى، يعني مش هيفكروا ان هم يرجعوا تاني، لان هو السيسي هو اللي مسحهم. طيب ايه رأيكم في التصريح بتاع اوباما ان هو هيحمي المسيحيين في مصر؟ لا، التصريح ده يعني حتى لو هو طلب بكده، المسيحيين اوريدي محميين في مصر، حامينهم الناس اللي قاعده جنبيهم، الناس اللي بياكلوا ويشربوا معاهم، الناس جيرانهم، الناس اللي فعلا قلبهم عليهم. يعني المظاهره كلها كنا بنشوفها على طول، مسيحي ومسلم مع بعض، هلال مع الصليب على طول مع بعض. فكلنا هم اللي هيحمونا، مش احنا اللي نحمي نفسنا، هم اللي يحمونا نفسهم. حضرتك ناوي تنزل الانتخابات ولا هتقول السيسي ناجح كده مفيش لا داعي؟ لا 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 ده 100% لازم انزل وانتخب السيسي. انتوا هتنتخبوا فين؟ في السفارة ان شاء الله. في السفارة في نيويورك. طب وهتقدروا تروحوا تسيبوا اشغالكم تتكبدوا المشقة في انكم تروحوا؟ مش مشكلة. أكيد طبعا. مش مشكلة. طب مش احب اعرف مشكلة برضه يا رأي حضرتك في كلام اوباما. ان هو هيحمي المسيحيين، ده كل رئيس امريكي بيجي بيقول الكلام ده، بس الشعب المصري هو هيحمي نفسه. اذا كان المسلمين هيحمي المسيحيين والمسيحيين هيحمي المسلمين. اما الفصيل الاخواني ده مع نفسه، يعني لان ده اللي يحكم نفسه، بس ما يقدرش يجي على فصيل تاني، او ما يقدرش يحمي المسيحيين، لان هم دول ليهم فكر معين. طب حضرتك مش طالبين منهم احنا حاجه. هنا طبعا انا عارفه انك هنا مجاور للكنيسه، بس طبعا اكيد عندك زباين مسلمين زي كتير يا طبعا. ترى ايه العلاقه بينهم هنا؟ لا 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 لا، هنا ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم. هنا ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم. هنا اي كاستمر، اي زبون بيجي بياخد السرفازه بتاعته وبيمشي ومبسوط وبيرجع تاني، اذا كان مسلم او مسيحي او امريكا وريفر بقى الموجود، لان امريكا فيها ملل كتير جدا. يعني انا قصدي العلاقه بينهم كمسلمين ومسيحيين في بلد غربه. لا كويسه جدا هنا، كويسه جدا. لا ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم. متشكرين قوي. تحت امرك. ميرسي جدا. العفو. شيل العده. نشيل العده.